هو ثمود ابن إرم ابن سام ابن مين؟ ابن نوح. ثراء فاحش، بيسكنوا بيوت في الصيف مخصصة للصيف، وبيوت في الشتاء حفرينها في الجبال. كفروا بربنا سبحانه وتعالى. ربنا أخرج منهم نبي الله صالح. عاوزين الصخرة اللي هناك دي تتشق نصين ويطلع منها جمل، لأن اللي هم طلبوه لقوه. عاملين ايه يا حبايبي؟ الحمد لله يا جدو. النهارده هحكي لكم قصة سيدنا صالح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وقوم ثمود. مين هم قوم ثمود؟ قوم ثمود دول كانوا جم بعد سيدنا هود عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. بعد قوم عاد. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلاش الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. بعد قوم عاد وربنا ما أهلكهم، جه مين؟ قوم ثمود. نسبهم اللي هو جدهم كان اسمه ثمود، علشان كده سموهم على اسم جدهم. هو ثمود ابن إرم ابن سام ابن مين؟ ابن نوح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. القوم دول ربنا اداهم علم واداهم فلوس كتيرة جدا، ثراء فاحش، واداهم خير في الزرع والأنعام والمأكل والمشرب. كان عندهم الخير كتير لدرجة انهم كانوا بيسكنوا في 2 بيوت. بيوت في الصيف مخصصة للصيف، وبيوت في الشتاء. مش بس كده، ده كمان البيوت اللي في الصيف معمولة قصور على السهول علشان تبقى طراوة كده وتدخل شوية هوا. أما البيوت اللي في الشتاء كانت بتبقى حفرينها في الجبال، بيبقوا حفرين جوه الجبال وعاملين بيوت كبيرة علشان تدفيهم. وربنا اداهم قوة وزادهم في الخلق والبنيان والجسد، بقى عندهم قوة وجبروت. نعم يا حبيبي. وازاي يا جدو بيتين بس، يعني بيت وبيت؟ في فصل الشتاء عاملين بيت بيحفروه في الجبل، يجيبوا الجبل الكبير يحفروه وينحتوه ويعملوا جواه بيوت. أما في الصيف بيعملوا على السهول، يبنوا قصور كبيرة ضخمة مزخرفة بالذهب والفضة علشان تبقى طراوة، ويقعدوا فيها في فصل الصيف. يبقى بيوت في فصل الصيف وبيوت في فصل الشتاء. زي ايه؟ زي احنا كده لما بنيجي في الصيف نبقى عاوزين نروح نصيف ونروح البحر، صح ولا ايه؟ صح. ماشي. بعد كده، بعد ما هم بقى عندهم الخير الكبير وعندهم البيوت الكتير والرزق الكتير، عملوا ايه؟ كفروا بربنا سبحانه وتعالى. لما الخير بيكتر والإنسان بيبقى مش صالح، اللي بيحصل بيبقى عنده طغيان ويكفر بربنا سبحانه وتعالى. ربنا أخرج منهم واحد منهم، وهو مين؟ نبي الله صالح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. وهو كان صالح. نبي الله صالح كان عايش وسطهم في الحجر. دي مدينة كانت في شبه الجزيرة العربية وما زالت. كان عايش معاهم في المدينة دي، وما كانش لسه بقى نبي، ولكنه كان صالح، وكان ليه كلمة مسموعة وسط كبارات المدينة.
كان ليه كلمة مسموعة وسط كبارات المدينة، وكان كل الناس بتحبه. فجأة راح للناس الضعفاء والناس الفقراء وقال لهم إيه؟ إنه نبي الله، وأن يتركوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله الواحد الأحد. مين عرف كده؟ الناس الأغنياء اللي معاهم فلوس خافوا على تجارتهم، وخافوا على أصنامهم اللي بيبيعوها، وخافوا على النظام اللي هم كانوا ماشيين الناس عليه. راح قالوا إيه؟ قالوا إن صالح ده مجنون أو ساحر، ده مش نبي، ده مجنون أو ساحر. راح إيه اللي حصل؟ راح سيدنا صالح قال لهم أنا نبي الله. راح قالوا له إيه؟ عاوزين معجزة تدل على إنك نبي الله. فقال لهم إيه هي المعجزة؟ قالوا له عاوزين الصخرة اللي هناك دي تتشق نصين ويطلع منها جمل، ناقة. مع إن دي في حد ذاتها معجزة، إن الصخرة يطلع منها جمل، هم ما سكتوش. عملوا إيه؟ حبوا يشغلوا دماغهم وقالوا إحنا إيه؟ نصعب الموضوع أكتر على سيدنا صالح. هم طبعا ما كانوش بيقولوا سيدنا، لكن إحنا اللي بنقول إيه؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام. عملوا إيه بقى؟ قالوا إن الجمل اللي هيطلع، الناقة اللي هتطلع دي تبقى أنثى، وتبقى حامل، وتبقى ضخمة غير أي ناقة تانية موجودة. راح سيدنا صالح قال لهم أولو جئتكم بهذا تؤمنون بالله؟ قالوا نعم. فراح دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال إيه؟ يا رب أرهم عجائب قدرتك، أو كما قال النبي. فربنا أخرج من الصخرة الضخمة جمل، ناقة كبيرة وضخمة وحامل، وبنفس المواصفات اللي هم إيه؟ وصفوها بالظبط. راح إيه اللي حصل بعد كده؟ سيدنا نوح قال لهم الناقة دي طلعت بس ليها شروط، إن انتوا ما تمسوهاش بسوء، وإنها يبقى ليها يوم تشرب فيه لوحدها، والقرية كلها والمدينة كلها يشربوا في يوم تاني. هم يشربوا في يوم ودول يشربوا في يوم، ومقابل كده هيبقى لبنها غير أي لبن ناقة تانية، هيبقى لبنها غزير ممكن يكفي القرية كلها، هيبقى فيه خير وبركة من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا الكفرة اللي كانوا أغنياء كانوا في وسط ذهول، وقالوا ده ساحر، بس مش عارفين يكذبوه لأن اللي هم طلبوه لقوه. صح ولا إيه؟ صح. أما الناس الفقراء اللي كانوا مؤمنين بالنبي اشتد إيمانهم، واللي ما كانوا مترددين آمنوا بالنبي. هقول له عليه. كل ده متصور على فكرة.